لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. بەڕێزان خۆشحاڵم لەوانەی 756 لەوانەکانی تەفسیری قورئانی پیرۆز بێمەوە خزمەتتان بەمبەستی ڕزامەندی رب العالمین و هیوادارم ئێوەی ئازیز سوودی لێوە بگرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. بەڵخۆشەویستان وەکو چەندوانەیەکە لە خزمەتەواتە پیرۆزەدا کە رب العالمین وەصفی خۆی دەکاتن ئەو پەروەردگارەتان کە ئەڵڵایە سبحانه وتعالى ئاسمانەکان و زەوی لە 6 ڕۆژدا دروست کردیە، خەڵقی کردیە، پاشان ئیستیوای لەسەر عەرشی خۆی کرد، ئیستیوان یەلیق بذاته، ئەوجا یغشی اللەیل النەهار یطلبه حەثیثا، حرەکەی شەو و ڕۆژ کەوا بەدوای یەکدا دێن و یەکتری داوا دەکەن و یەکتری دادەپۆشن، جا پاشان ئەو خوایەی کەوا ڕۆژ و مانگ و ئەستێرەکان هەر هەمووی ملکەچن لە بۆ فەرمانەکانی ئەو، ئەلا ئاگادار بن، خەڵق هەر ئیویە هەر بەخۆی خالق سبحانه وتعالى، فەرمانیش هەر فەرمانی ئەوە سبحانه وتعالى تبارك الله رب العالمين. ئەو خوای کە خاوەنی ئەو پەڕی خەیری و بەرەکەتی زۆرە، ئەو خوایەی کەوا پەروەردگاری هەموو جیهانیانە. بەڵێ خۆشەویستان، هەر لە بەسەلەی ثم استوى على العرش، واتە ئەو خوای کەوا ئیستیوای لەسەر عەرشی خۆی کرد سبحانه وتعالى، عەرشێک با بڵێن کە لە سەروی 7 ئاسمانەکان ئیستیوای کردێ، ئیستیوایەکەوە لائقە بە ذاتی خۆی، بەڵام علمی بە هەموو شتێک هەیە سبحانه وتعالى. گەیشتبوون ئەو فەقەڕێکەوە باس لە با بڵێن لە ئەضواء البيان باس لەو بابەتە دەکا، لێرەدا دەڵێ أنه جل وعلا وصف نفسه بالاستواء على العرش. الله سبحانه وتعالى وصف خوي كري بويكوا استواء لسر عرش خوي كري، ووصف غيره بالاستواء على بعض المخلوقات، وهل وصف غير خوش دكا كوا هندق لمخلوقات كان أين صفة استواء ذات بالي لبون منا فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، فنوح فرمي عليه الصلاة والسلام كاتك كوا استواء كر لسر فلك لسر سفينة كبخوتو بو إيمان دارن كرقلت دفن، فتمدح جل وعلا في 7 آيات من كتابه باستواء على عرشه، لحفظ آيات خوي قول وصف خوي كردية باستواء لسر عرش، ولم يذكر صفة الاستواء إلا مقرونا بغيرها من صفات الكمال والجلال. كاتك وباز لصفة استواء ذكا خوي قول سبحانه وتعالى لقل أوج دي بستيتو بصفات كمال وجلال وتعظيم لبوخا سبحانه وتعالى القاضية بعظمته وجلاله جل وعلا. كواتا خوايقو كباس دا استواء خوي كاستواء أن يليق بذاته أو ذاتك أو بر عظمته كمال جلاله سبحانه وتعالى. إتر بابنين صفتك لائقة بخوي، استواء لائقة بخوي كاتك باس دا استواء لبو مخلوقين باز دك استواءك ولا عقب مخلوق كواتا إخوات زيوازا. بلك خواي قول باز لاستواء عرش دك استواء عرش باز لصفات تعظيم خوشي دك وهروها شاني أو شهر أو ذاتي شاني برستني هيك أو ذاتي كوا خاوني أسماء وصفاتي برز جوان وبلندا. يتر أو صورتان كوا باز لا استواء خواي قول كلا صار عرش سبحانه وتعالى، أو آتك إما لخزمت دان سورة الأعراف آت 50 سورة يونس آتي 6 سورة رعد آتي 2 سورة طه آتي 5 سورة فرقان آتي 50 سورة السجدة صار الحديد صار. يتل حفظ يقا خواي قولا باز لاستواء خوي دكار عرش سبحانه وتعالى. أو كذا وقد علمت مما تقدم لا إشكال في ذلك
بەڵ هیچ ئیشکال لەوەدا نییە کە خوای گەورە باز لە ئیستوا دەکات لە بۆ خۆی وباز لاستواء مخلوقش دكا وأن للخالق جل وعلا استواء لائقا بكماله وجلاله استواء خواهي قول سبحانه وتعالى لخوي دوشيتوا بوشيوي كوا لقل جلال وكمال خواهي قول وعظمته خواهي قول استواء يليق بذاته والله ولي المخلوق أيضا استواء مناسبا لحاله إتر استواء كلبو مخلوقش باز دكا أو كوا مناسب بالنسبة أو مخلوق وبين استواء الخالق والمخلوق من المنافاة ما بين ذات الخالق والمخلوق كوت هل وكو خالق ومخلوق تسنديان فرقة زوريان فرقة إتر صفاتي خالق ومخلوقيش وكو ذاتي خالق ومخلوق ليك جياوازا على نحو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير بوشوي كوا وكو فرموي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كوا تخلاصي كلام خوي قولا أو يقلو آتانك وآتي الصفات بيد قتلي اعتقاد أهل السنة والجماعة بفهم سلفي صالح أو كوا خواي قولا استواء كذا استواء بمعنى على وارتفعده بلام تونيتكي كوا استواء يليق بذاته خواي قولا لسروي حفظ آسمان كان لسر عرش خوي استواء كذا استواء يليق بذاته بلام علمي بهموش تيكو لهمو زيقاك علمي لهمو زيقاك علمي بهموش تيكي حتى أوي بناو ضلو درونيش من داده كاتك ثم استوى على العرش باز لعرش ديال عرش خواي قور سبحانه وتعالى بابلين وكوت ما هموش كان تايبة بخوا سبحانه وتعالى عرش خوا سبحانه وتعالى بوشيوه نخير وكل سايتي الإسلام سؤال وجواب منجد بس لعرش خواي قور دكا أقوال علماء دينته ولو ندله العرش هو أعظم المخلوقات عرش مخلوقة خواي قور خلقي كده طبعا خواي قور عرشه وكرسيه سبحانه وتعالى وسع كرسيه كرسي ديال موضع القدمين زيادة النالين بفهم بشر كرسي موضع القدمين وزي قايدو بيكان بلان كرسي خواي قور سبحانه وتعالى بتشيويك هو خوا سبحانه وتعالى دزاني اما اوه ديلي دزانين اما اوه ديلي دزان عرشكي قورترين مخلوق خوايا قورترين مخلوق لمخلوقات إخوة عرش إخوة سبحانه وتعالى وعليه استوى ربنا استواء يليق بجلاله يتل سر أو عرش إخوة يقول سبحانه وتعالى استواء كده استواءك يليق بذاته كلا خوي دوشته وهروها أو عرش له قوائم بيتكشي هي ويحمله حمل من الملائكة وأو عرشش شيء هلي قرتيه بابلين تسن ملائكتك هل ينقرتك وحملة العرش بيد قوتري أو ملائكتانش عظام الخلق زور قورة عظيما وكفينا صلى الله عليه وسلم لحديث ده باس يعني كردي وخواي قول سبحانه وتعالى للقرآن بيروز إشارة بيدك قول ابن مسعود هنا توخواي لرازي بدفرمي بين السماء الدنيا والتي تليها بين آسمان الدنيا أويل دوايويدي 500 عام سبحان الله لبين آسمان الدنيا أوي لدواي ويدي ريقاي رويشتني 500 صالة وبين كل سماء 500 عام يتربو الشوية هر حفظ آسمان هر يق لا آسمان كان لقال آسمان كان لقال آسمان كسروي خوي 500 صالة لبينه وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام لسروي حفظ آسمان كان أوزار 500 صالة كأوزار كرسي هي وقوت ما كرسي موضع القدمين وبين الكرسي والماء 500 عام لبين كرسيش لسروي وش أو هيا أو تسند مسافة أيش 500 صالة والعرش فوق الماء سبحان الله عرش لسروي أو دايا والله فوق العرش يتر رب العالمين لسروي عرش خوي استوى كده لا يخفى عليه شيء من أعمالكم سبحان الله لسروي أوهم مسافة لسروي أوهم مسافة كهري يقولون 500 صال بين رب العالمين لسروي عرش خو استواء كرديا أو ذا لا يخفى عليه شيء من أعمالهم هيج تيك لكرد وكان يقول لا أو بزرنية طبعا أو قول ابن مسعود رواه ابن خزيمة في التوحيد والبيهقي في الأسماء والصفات والأثر صححه ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية والذهبي في العلو إتر أو قول ابن مسعود ابن عثيمين القول المفيد لشرح كتاب التوحيد له هذا الحديث موقوف على ابن مسعود طبعا حديث ايش موقوفة مرفوع يعني لابو بيغمبر صلى الله عليه وسلم بلا موقوف يقف على الصحابة
كواتا قول صحابية شيء صحابك ابن مسعود، لكنه من الأشياء التي لا مجال للرأي فيها. باس دشتيك ذكا بالنسبة إما غيبة بالرأي أو بابتانا باس ناكره، فيكون لها حكم الرفع ما دام بإسناد الصحيح هاتي ابن مسعود أو قولي فرموه وقولكش بابتك باس كالغيبيات بالنسبة إما مجال رأي تدانية كواتا فيكون لها حكم الرفع. لو حكمي أو قولي ابن مسعود دليه أو ابن عثيمين دليه حكم رفعي وكويك ولا بيغنبري جولي بي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن مسعود لم يعرف بالأخذ من الإسرائيليات. لما ابن مسعود خوالي راز بوي مشهورة كوا إسرائيليات نية أدي شيء جولي بو قوله خو بخوش اللي برش خوي درنينا حاشاه إلا دبيل بيغنبري جولي بي صلى الله عليه وسلم. ابن كثير رحمة خوالي كباز لعرش دكا دفرمي أو خوايك وهو رب العرش العظيم، لتفسيري وهو رب العرش العظيم تسدله أي هو مالك كل شيء وخالقه. كواتا خواي قولة خالقي هموش تكانوا مولشش هر إيويا، لأنه رب العرش العظيم أبروي پروردگاري عرش عظيمة الذي هو سقف المخلوقات. تمشاكو وصف عرش دكا دفن الذي هو سقف المخلوقات، عرش وكو سقفك لسرويها مو مخلوقات كان لسرويها موانا، وجميع الخلائق من السماوات والأرضين وما فيهما وما بينهما تحت العرش همو مخلوقات كان كلا أسمان كانوا زويو أو اللي نواني هذا لجير عرشا مقهورين بقدرة الله تعالى، هر هموي لجير قدرته ده صلاة خواهي قولة ملكته، وعلمه محيط بكل شيء. خواهي قولة علم شيء بابلين صار دوري هموش تيشي ده، وقدره نافذ في كل شيء، وقدر خواهي قولش أويك أو التقدير ذاك لسر هموش تكذب زيد بي، وهو على كل شيء وكيل. وخواهي قولش وكيل وتكارباري هموان راد برين سبحانه وتعالى. بلى يغشي الليل النهار أي يغطيه به، واتا خواهي قوله شو ديني وروج بيداد بوشي، يعني أنه تعالى يأتي بالليل عن النهار فيغطيه ويلبسه حتى يذهب بنوره ويصير الجو مظلما بعدما كان مضيئا ولا قاسمي أو هاي وسطك كواتا. خواهي قوله شو ديني روج بيداد بوشي روناشكي نامينيو برجيش تاريشي لبردكا. لتفسير السعدي لا يغشي الليل النهار واتا يغشي الليل المظلم النهار المضيء، كواتا أوشى التاريكة روجي روناك دادا بوشي فيظلم ما على وجه الأرض يترسر يزوي تاريك دبي ويسكن الآدميون يتر آدم يكانش ساكن دبنو كاتي إسراحته كاتي نستنا، وتأوى المخلوقات إلى مساكنها مخلوقات كان كش هم يدسنا حشارق كان إخوان ويستريحون من التعب يتر أو شودة بتماعي وكوا لما انديبون إسراحات بكن والذهاب والإياب الذي حصل لهم في النهار. لو رهات روج نكوا للروج دادا كان شوان إسراحات تدادا كان. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا أي يعقوبه سريعا كالطالب له لا يفصل بينهما شيء. كواتا بخيراي أو حركية لهم بسر ساعتك دبيني شو بدواي روج دادي روج بدواي شو داديتن وبابنين لدو يك أو دواكاري أو دواكارية بابنين هز فاصل لنيوان يعني روج دي تواو دبي شو دايدا بوشتو باشان روج دي شو روناك دكاتو يتربو شوي يطلبه حثيثة شيء أو حركي دكا شيء أو كونبون وري بري ودبهر خواه سبحانه وتعالى. وكل تفسير سعدي جدل يطلبه حثيثا كلما جاء الليل ذهب النهار هركاتك وشودي روج دروا، وكلما جاء النهار ذهب الليل هركاتك روج دادي شو دروا، وهكذا أبدا على الدوام بالدوامي أو هاي حتى يطوي الله هذا العالم حتى أخوي يقول أوجيان كوتاي بيديني وينتقل العباد إلى دار غير هذه الدار. روجك دادي طبعا هل يقلئ روجش بسر دادي كأو دنيا بزيدير بلان روجك دادي أو دنياش همي كوتاي بيدي دسنا جياني چيتر قناغي چيتر غير قناغي دنيا. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره واتا روجو مانجو أستيركان مسخرات بأمره أي مذللات لما يراد منها ملكة لبو أو فرمانانك أخوة عندك من طلوع وغروب وسير ورجوع بقضاء وبالتصريف
لە چێ هەڵدێ کەنجین هەڵدێ کەنجین ئاوا دەبی کو دەڕوا و کەنجین دەگەڕێتەوە هەر هەمووی بە قەزا و قەدەری خوای گەورە و ملکەچە لە بۆ خوا سبحانه وتعالى وەکو لە تەفسیری سعدیش دەڵێتن ئەی بتەسخیره وتەدبیره بتسخير وبتدبير خواي قوري سبحانه وتعالى الدال على ما له من أوصاف الكمال كهموي بلغن لسر وصفي خواي قوري بوصفي كمال ريكو بيتشي فخلقها وعظمها دال على كمال القدرة تماشاي شنب مانغو روجو استيركان دكي او اندبا قوري ديتا بيش ساود كبلغن لسر أو فري قدرة خواي قورا وما فيها من الإحكام والانتظام والإتقان دال على كمال الحكمة تماشاك سنبا ريكو بيتشي وتسنبا إتقان وحركات خوانا كان بلغن لسر حكمتي أو خواي كخلقي كردية وما فيها من المنافع والمصالح الضرورية وما دونها دال على سعة رحمته إتر تماشاك أهم نفعان هي لو حركات ولو جيانة ولو زمريكوا لنتيجة حركي ما نقول روج دور زبيتن بلغي لسر أو هم السودي كوالا بو إنسان بلغي لسر رحمتي خواي قور بإنسان كان إتر هر أو ذات الشان برستني هلو يدفن ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين إتر أو بشيء أخير دمينيتو لواني داهاتو وكل تفسير هن كيان باسكري وبشتواني خواي قور باسي دكين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون